السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم طريقة عمل التمن الابيض العراقي للمبتدئين. خواتي شنو احتاج؟ قبل لا ابدي بالشغل مالت التمن، احب احكي على التمن شوي. خواتي هاي مثل ما تشوفون عندي نوعيتين من التمن، هذا بسمتي وهذا بسمتي، واثنيناتن اشتريهن نفس السعر. بس المشكلة انه هذا شوفوا حبايته مكسرة، حبايته صغيرة، فهذا دائما استخدمه اني بس للكبة، يعني ما استخدمه كتمن عادي ناكله ويا المرقة او ناكله ويا الخضروات او السمك او الدجاج. التمن الثاني هذا البسمتي الاصلي اللي اني اشتريه، مع ان اثنيناتهم نفس السعر، بس صدقوني الطعم يختلف، الريحة تختلف، اللون يختلف. شوفوا اللون مالته. هذا اني هاي الحباية مالته استخدمه. هسه اني هذا النوعيه، هذا مثل ما قلت لكم التمن الثاني اللي استخدمه هذا بس للكبب، هذا ما راح استخدمه كتمن اليوم. اني هذا راح استخدمه منقعه تقريبا 3/4 الكيلو من التمن. هذا التمن يعني انا قد ما استخدمه اعرف بيه ايش قد يحب يتنقع، يعني ايش قد ما نقعته ايش قد ما انطى نتيجه افضل. يعني ثاني هذا منقعته تقريبا ساعتين، غسلته ونقعته. مجهزه اني راح ابزله اليوم، بزل هذا التمن. مجهزه مي مثل ما تشوفون، راح اضيف ملعقتين تقريبا من الملح. بسم الله، نصي عليه. خواتي اني اليوم راح ابزله بزل هذا التمن. اذا ما حابين تبزلون، مثلا حابين تكبسونه كبس، هو اسرع شيء التمن الكبس. اذا منقعين تقريبا كاستين من التمن، تضيفوا لها كاستين من المي. اول مره مثلا تخلون القدر، تضيفون كم ملعقه من الزيت، وتضيفون التمن، تضيفون تقريبا كاستين من المي. المهم المي اللي يغطي التمن. تنتظرون التمن ينشف، من بعدها تنصون عليه. ايش قد ما تخدر التمن ايش قد ما انطى نتيجه افضل. هسه انا اليوم ما راح اسوي تمن كبس، راح اسوي طريقه عمل التمن البزل. خواتي هسه من بعد ما فار عندي المي وتاكدت، راح هذا المي اللي عندي البارد راح اتخلص من عنده، اذبه واضيف التمن. خواتي ضروري انه القدر يكون كبير، وانه التمن ياخذ راحته بالقدر. هسه راح اخليه يفور على راحته، وبس يستوي هم راح اشوفكم. هسه خواتي بهالشكل استوى عندي التمن. حبايته مبينه مستويه مثل ما تشوفون. ممكن تضيقون هالحبايه التمن وتتاكدون، يعني المهم انه ما تستوي زايد، وسط تكون عندكم الحبايه التمن. هاي مثل ما تشوفون. هسه راح ابزله، اني محضره المصفي، وحتى لو استوى عندكم شوي زايد، البسمتي الاصلي ما يعجن عندكم، ايش قد ما انطبخ ما راح يعجن. هسه انا محضره المصفي راح ابزله. من بعد ما بزلته والجدر مثل ما تشوفون نشفته، فانا راح اضيف هسه بالقدر قطره من الزيت، يعني مو ماي اضيفه. اذا تحبون حكاكه هوايه، يعني تحبون حكاكه بالقدر تكون، ضيفوا كميه من الزيت، وضيفوا كميه من الزبد او الدهن الحر، ينطي طعم هواي طيب. بس احنا مثلا بالبيت ما ناكل الحكاكه، ما راح اضيفه هواي زيت. دائما اني اضيف الزيت من بعد ما يتخدر التمن عندي. هاي مثل ما تشوفون انا ما ضفت الزيت، دائما اضيف الزيت، اضيف الزعفران دائما من يتخدر التمن عندي يلا اضيف. هسه خواتي مثل ما تشوفون راح اضيف، اخليه تقريبا على نار وسط، تقريبا 20 دقيقه، يعني التمن مو تيجي الكميه اللي عندي، بس اذا كان عندكم اكثر من كيلو 30 الى 35 دقيقه على نار هذا يتخدر. هسه خواتي راح يتخدر عندي زين، وارجع لكم ان شاء الله. من بعد ما تاكدت خدر عندي التمن، هناني انا حضرت تقريبا، اضفت ملعقتين من الزيت، وضفت وياها ملعقه من الدهن الحر او زبد اللي متوفر عندكم. هسه اخر شيء من بعد ما خدر عندي التمن، شوفوا ما شاء الله شلون خدر. هسه راح اضيف الزيت. بسم الله. بالشكل هذا. خواتي بهاللحظة هاي مباشرة، إذا عندكم ماء ورد
او عندكم زعفران او رشه هيل، اخر شيء تضيفونها. هسه اني محضره الزعفران بس اني ما راح ازين بيه التمه بهالشكل هذا، راح ازين بيه بغير طريقه. بس مثل ما شفتوا من بعد ما ضفت الزيت، اذا حابين تضيفون الزعفران تضيفون قطرات على الوجه وتقلبونه وتقدمونه مباشره. هسه اني التمر بهالشكل جاهز عندي، راح اقدمه بصحن التقديم واشوفكم طريقه التزيين. بهالشكل مثل ما تشوفون هذا شكله بهالشكل جاهز عندي. ارجع للتزيين. دائما اقول التزيين يرجع لكم، اشوفكم طريقتي وتقدرون تغيرون بها على راحتكم. اخذت اني شويه من التمن وراح اضيف له الزعفران. خواتي ممكن تستخدمون الزعفران او تستخدمون صبغه الزعفران. صبغه الزعفران من اي مكان يبيع بهارات تقدرون تستعينون على صبغه الزعفران. بسم الله. واخلط هاي كلها سوا. وانا مجهزه هنا زرش هم حامزته وضايفت له شوي تمن وشويه زعفران، هم ازين بيه الوجه. هسه راح ابدي بالزرش. بسم الله. واذا عندكم مكسرات هم تجي وياها هواي طيبه. بهالشكل هذا. بهالشكل هذا خواتي ابقى مستمرة. راح ازين الصحن الثاني واشوفكم الاطباق بالشكل النهائي. خواتي هاي مثل ما تشوفون بهالشكل زينت التمر. ودائما اقول خواتي التزيين يرجع لكم. انا زينت بهالطريقه هاي وانتم تقدرون تغيرون على كيفكم. هذا الطبق ضفت له فستق اخضر، وهاي اضافه تقدرون تضيفون لوز تحمسوه شويه من بعد ما ينسلق، هم ينطي طعم وينطي شكل حلو، او كشمش اللي متوفر عندكم. بهالشكل تمن العراقي صار عندي جاهز، ومثل ما تشوفون حبايته شلون حلوه. اتمنى خواتي هاي الاطباق لليوم تعجبكم، وان شاء الله تجربونها وتاكلونها بالف عافيه.